السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالوا كده حبايبي نعمل ميني بيتزا إن شاء الله النهاردة. ضفت هنا حبايبي معلقة خميرة فورية كده ممسوحة، معلقة كبيرة، ومعلقة سكر برضو كبيرة ممسوحة، ومعايا هنا كوباية من اللبن الرايب. ممكن لو ما عندكيش لبن رايب ممكن كوباية لبن وعليها معلقتين زبادي، هتديك احلى لبن رايب، او معلقة خل. او مفيش لا لبن ولا زبادي ضيفي كوباية مية، بس يفضل نضيف معلقتين كده من اللبن البودر عشان تديكي طعم وريحة للمعجنات. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مفيش ده ولا دوت ميه يا حبيبتي، واشتغلي وسمي الله وصلي على الرسول، ويحسن ما بين ايديك وايدينا، اللهم امين يا رب، وتعملوا الحلو كله لحبايبكم. ضفت هنا حبايبي نص كيلو من الدقيق المنخول وعليه رشة ملح. بس كده حبايبي هنعمل احلى ميني بيتزا ان شاء الله. هنفضل بقى نعجن كده، نلم حبايبي العجينة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، خدت معايا كوباية الا ربع اللبن دي، ومعلقتين كده بس مية، لميت بيهم العجينة خلاص بقت بسم الله ما شاء الله استكفت سوائل اهي. نزلت بمعلقتين كبار من الزيت. في الوقت ده بقى يا حبايبي غسلت ايديا عشان تتأكدي بقى ان العجينة وصلت للقوام اللي احنا عايزينه. عجينة طرية بتسيب من ايدينا. احلى طريقة للمعجنات عشان تطلع معاكي، بالذات البيتزا والمعجنات الطرية دي، ان العجينة تبقى طرية بس في نفس الوقت تكون سابت ايديك. سبتها اقل من نص ساعة، الجو حر. خمرت اهي يا حبايبي وبقت بسم الله ما شاء الله. اكورها كده زي الاستفندية الصغيرة، وحتى دهنت ايديا زيت، ودهنت الصينيه اللي هكور عليها زيت برضو، عشان العجينه زي ما قلت لكم انها بسم الله ما شاء الله طريه معايا. سبتها يا دوبك 5 دقايق ارتاحت. ونفرد بقى كده حبايبي في الصاج او الصينيه مدهونين زيت برضو. ولو في هنا رشه سميد من بتاع البسبوسه يا سلام، بيديها من تحت قرمشه كده جميله قوي. هنا جبت بوله، قلت بحيث تعلي الحواف معايا. لقيتها ما ظبطتش معايا، مع اني كنت دهنها زيت. لقيتها كل ما اجي احطها كده مش ظابطه العجينه. قلت طب وعلى مانيش ناقص اما اعملها بايديا. بيني وبينكم قلت ايديا اسهل، وعملتها كده بشكل مدور كده على قد ما اقدر. وحاولي تعملي لها حواف كده. بس يا حبايبي ونقوم جايبين شوكه بقى بعد ما نخلص كل الكميه، ونقوم جايبين مخرمينها بحيث مش عايزينها تنتفخ معانا اوي. شايفه حبايبي؟ فردتها كده على قد ما اقدر، وحاولت بصوابعي كده اعمل لها حواف. وبالشوكه نقوم جايين مخرمين بحيث ما تعلاش معانا قوي في الفرن. والميني بيتزا ولا هنسيبها تخمر معانا ولا حاجه. هنعمل معانا الصوص معانا حبايبي صلصه على معلقتين كاتشب. لو مش متوفر عادي مفيش مشكله، انا عملت دي صلصه بس مع معلقه توم بودر ومعلقه زعتر بودر. لو حابه تضيفي توم ضيفي، بس انا بصراحه النهارده ما ضفتش. استكفيت بالصلصه كده حبايبي والزعتر واللهم صل على النبي والثوم البودر. لو عايزه تضيفي توم فريش براحتك. ما شاء الله حبايبي شايفين الصلصه؟ بتضيفي برضو الكميه اللي ترجع لك. معايا هنا زيتون كده اسود مقطعه. جدي بتقول لكم اوعي تنسوا اللايك. ومعايا هنا سجق كان فايض معايا كده، واحدتين سجق من اخر مره عملناه. حطيته في كيسه كده في قلب الفريزر، نفع معانا. طلعته النهارده قلت اعمل بيه البيتزا. معايا جبنه موتزاريلا وشريحتين كده من الرومي. ومعايا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا في شرايح كده من الفلفل، وقطعه كده من اللانشون مقطعاها كده مكعبات. الحشوه دي بترجع لك انت والمتوفر عندك والله. ولو شويه جبن بسم الله ما شاء الله مش هتقول لا. اهم حاجه العجينه تبقى لقمه كده بسم الله ما شاء الله، خدمها حلو وطعمها حلو. مش مهم الحشوه خالص. المتوفر عندك فضل ونعمه حبايبي. يملى بيوتكم خير وستر ورضا وراحه بال من الرحمن، اللهم امين يا رب. خلصت كل الكميه. شايفين النص كيلو حبايبي؟ طلع معانا كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
حوالي 14 ميني بيتزا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. تعتمديها غدا، تعتمديها عشاء، بسم الله ما شاء الله. في الحر اللي احنا فيه ده هتبقى وجبة جميلة وممتعة وخفيفة. تعملوها بألف هنا يا حبايبي. يا رب يا رب الطريقة تعجبكم، وما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب. نسيت اقول لكم صحيح، وانا بسويها قرب الشبكة كده للأرضية على درجة حرارة 200. والسلام عليكم ورحمة الله قاعدة اقول وبركاته. لك اصبري اصبري.